السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. هتوحشوني بجد. النهاردة معدنا في مراجعة ليلة الامتحان، هنلم المنهج كله، هنشرح الجرامر بالكامل في الفيديو ده. وزي ما انت شايف اعتقد ان الفيديو لا يتعدى الساعتين ونص، يعني هراجع لك ترم كامل، جرامر ترم كامل في ساعتين ونص. حضرتك لو انت على الله ان شاء الله محتاج حضرتك تجيب كشكول وقلم وتكتب ورايا اللي انا بقوله لك. هتكتب صدقني هتفرم المنهج كله في ساعتين ونص. هتفرمه فرم كده، فرم. طب انت ما سمعتش الكلام، يبقى انت لحد دلوقتي بتدلع، وده مش مؤشر كويس. أرجوك أتوسل إليك تركز معايا عشان هناخد بالترتيب يونت 7 يونت 8 يونت 9 يونت 10 يونت 11 يونت 12. هنشرح جرامر، وبعد ما نشرح جرامر كل حضرتك مطلوب منك إنك بعد ما تسمع شرح جرامر مثلا 7 تدخل تحل يونت 7. خدت شرح جرامر 8 ادخل حل على 8. خدت شرح جرامر يونت 9 حل على 9 وهكذا. تمام؟ يلا بينا نبدأ. اف ليها كم قاعدة؟ اف ليها 4 قواعد. ادي اف الزيرو، وادي اف الاولى، وادي اف الثانية، وادي اف الثالثة. ركز معايا والنبي. هنسيبنا دلوقتي من الحالة الزيرو، هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. تعالوا ندخل في الحالة الأولى. يلا معايا. في الحالة الأولى if present simple. يعني إيه present simple؟ يعني مضارع بسيط. في الحالة الثانية if بيجي بعدها past simple. يعني إيه past simple؟ يعني ماضي بسيط. في الحالة الثالثة بيكون past perfect. إيه هو ال past perfect؟ اللي هو الهاد والبي بي اللي هو الماضي التام. طيب في الحالة الأولى بعد المضارع البسيط بجيب إيه؟ يلا فكرني. if مضارع will أو أمر. if مضارع will أو أمر. يلا if مضارع will أو أمر. الحالة التانية if ماضي would. يلا if ماضي would. تاني if ماضي would. التالتة if had BB would have BB. يلا if had BB would have BB. يلا معايا والنبي. if مضارع will أو أمر. if مضارع will أو أمر. if مضارع will أو أمر. if ماضي would. يلا if ماضي would. التالت if had BP would have BP. طيب طبعا would بيجي بعدها مصدر، وwill برضو بيجي بعدها مصدر، بس دي مش قضيتنا انك لازم تبقى عارف ان will بتساوي كلمة اسمها can بتساوي كلمة اسمها may. يبقى لو شفت كان أو may كأنك شفت will. would بتساوي كلمة اسمها could بتساوي كلمة اسمها might. يبقى لو أنت لقيت could أو might كأنك شفت would بالظبط. طب would have be بتساوي could have be بتساوي might have be. يبقى لو أنت لقيت could أو might هي بالظبط would have be. صعب الكلام ده؟ طيب حالة زيرو بقى. حالة زيرو بتكون if مضارع. يلا if مضارع. تاني if مضارع. F present simple. الناحية التانية برضو present simple مضارع بسيط. طب امتى بقى بستخدم الحالة الزيرو دي؟ الحالة الزيرو دي بستخدمها في حاجتين بس. ايه هما الحاجتين دول؟ عدد وحقائق علمية. عدد وحقائق علمية. بس دي كده استخدمت الحالة الزيرو. يبقى يلا معايا الحالة الزيرو اف مضارع. زيرو اف مضارع. زيرو اف مضارع. عدد وحقائق علمية. طب اف الحالة الأولى اف مضارع will أو أمر. اف مضارع will أو أمر. الحالة الثانية اف ماضي would will مصدر. اف ماضي would will مصدر. الحالة الثالثة if had BB would have BB. الحالة الثالثة if had BB would have BB. صعب الكلام ده؟ طيب بس كده؟ لا مش بس كده، كان عندنا اخوات اف. هي اف ليها اخوات؟ طبعا ليها اخوات. مين هم اخوات اف؟ اف يعني اذا او لو، صح؟ اف يعني ايه؟ اذا او لو. اف بتساوي كلمة اسمها in case. يبقى in case برضو يعني ايه؟ اذا او لو.
if كمان بتساوي كلمة اسمها as long as. يبقى as long as يعني ايه؟ إذا أو لو. if كمان بتساوي كلمة اسمها provided that. يبقى provided that يعني ايه؟ إذا أو لو. if كمان بتساوي كلمة اسمها supposing that. يبقى supposing that جاية بمعنى ايه؟ إذا أو لو. if كمان بتساوي كلمة اسمها on condition that. يبقى on condition that يعني ايه؟ إذا أو لو. يبقى كل الكلمات دي اخوات if. كل الكلمات دي معناهم اذا او لو. الكلمات دي معناهم اذا او لو. طيب هو زي ما في كلمات بتساوي if فاف برضو ليها نفي. هي اف ليها نفي؟ اه والله ليها نفي. طب ايه النفي بتاع if النفي منها هي كلمة unless. هي كلمة ايه يا حبيبي؟ unless. يبقى يلا معايا والنبي if معناها إذا أو لو. if معناها إذا أو لو. unless معناها لو لم. unless معناها لو لم. unless معناها لو لم. يبقى if نفيها unless. if نفيها unless. if نفيها unless. طب خلي بالك من التلات كلمات دول مهمين جدا. التلات كلمات دول in case of but for without. يلا معايا والنبي in case of but for without. in case of but for without. in case of but for without. in case of و but for without كل واحدة ليهم معنى مختلف. in case of معناها في حالة. but for معناها لولا. without يعني بدون. طيب التلات كلمات دول بيجي بعدهم ايه او ايه المشترك بينهم؟ التلات كلمات دول بيجي بعدهم ing او noun. ing او noun. ing او noun. verb ing او noun. يبقى جبت لك نقط emergency. يعني ايه emergency؟ الطوارئ. هقول in case of emergency في حالة الطوارئ. جيت قلت لك not your help I would be in trouble. لولا مساعدتك انا هبقى في مشكلة. يبقى اقول but for يعني لولا. يبقى يلا معايا والنبي in case of but for without. in case of but for without. in case of but for without. case of يعني في حالة. but for لولا. without بدون. in case of في حالة. but for لولا. without بدون. بيجي بعدهم ing او noun. ing او noun. طيب تعالى نبص على اخر حاجه اللي هي بدايل اف. هي اف ليها بدايل؟ اه ليها بدايل. وبدايل اف دي اعوذ بالله منها. ليه بقى؟ ان هي بتغير الشكل. بتغير شكل الجمله. طب بتغير شكل الجمله في ايه بقى؟ بص يا سيدي ايه هما بدايل اف الاول؟ بدايل اف غريبين شويه. كلمه شود. ايه ده لا بالراحه بس. هو انت مش لسه قايل من شويه ان شود يعني يجب؟ اه حصل. بس شود لو جت في اول الجمله هيبقى معناها اذا او لو. طب وير. مش وير يعني كان؟ معاك حق بس وير لو جت في اول الجمله هيبقى معناها اذا او لو. هاد. ايه ده؟ هي مش هاد يعني امتلك؟ اه بس هاد لو جت في اول الجمله هيبقى معناها اذا او لو. يبقى عندنا شود ووير وهاد. عندنا شود ووير وهاد. عندنا شود ووير وهاد. بص بقى يا حبيبي وير وهاد بالذات ليهم قاعده ثانيه مختلفه هنعرف كمان شويه. بص بقى يا باشا should وير وهاد لو جم في اول الجمله هيبقى معناهم ايه؟ اذا او لو. هيبقى معناهم ايه؟ اذا او لو. طب لو جم في اول الجمله اعمل ايه بقى؟ should ووير وهاد التلاته اكيد هيجي بعدهم subject. هيجي بعدهم فاعل. هيجي بعدهم فاعل. طيب وبعدين should فاعل مصدر. should فاعل مصدر. should فاعل مصدر. where فاعل تو المصدر. where فاعل تو المصدر. had فاعل بي بي. had فاعل بي بي. يبقى يلا معايا والنبي should فاعل مصدر. should فاعل مصدر. should فاعل مصدر. where فاعل تو المصدر. where فاعل تو المصدر. had فاعل بي بي. had فاعل بي بي. had فاعل بي بي. يبقى كل الكلمات دي بدايل اف وبتيجي بالشكل ده. بس خلي بالك should ممكن تيجي في الحالة الأولى أو الثانية. يعني إيه في الحالة الأولى أو الثانية؟ يعني أنت هنا ممكن تلاقي بعد المصدر ده ممكن تلاقي will وممكن تلاقي would. عشان will في الحالة الأولى وwould في الحالة الثانية. طب where بقى؟ where بتيجي في الحالة الثانية بس. يعني أنت بعد تو المصدر كده لازم تلاقي would. ما ينفعش تلاقي will. طب هات فاعل بي بي دي بتيجي في الحالة الثالثة بس. يعني أنت هنا هتلاقي إيه؟
would have be. فاكرين حالات F؟ هم دول. طيب where we had ليهم قاعدة تانية؟ ليهم قاعدة تانية. طب ايه القاعدة التانية دي؟ القاعدة التانية دي بقى مهمة جدا 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 جدا. ليه؟ لأن القاعدتين التانيين دول بنستخدمهم لو مفيش verb. لو مفيش فاعل. ايه ده؟ هو ينفع تيجي جملة مفيش verb؟ مع where we had. طب ساعتها هنعمل ايه؟ هتلاقي where فاعل وهاد فاعل، وبعد الفاعل هنا والفاعل هنا where فاعل صفة adjective، أو had فاعل noun اسم. هو إيه اسمه وإيه صفة دي يا عم؟ أنا مش فاهم. يعني لو لقيت clever دي أنا مش عارف هي صفة ولا اسم، أختار where ولا had؟ خلاص فكك من صفة واسم. قول معايا where معناها لو كان، had معناها لو عنده، where معناها لو كان، had معناها لو عنده، where معناها لو كان، had معناها لو عنده. يبقى جيت قلت لك not he money يعني ايه؟ فلوس. لو كان فلوس ولا لو عنده فلوس؟ اكيد لو عنده فلوس. يبقى اقول where he money ولا had he money؟ had he money. طب لو جيت قلت لك not he rich، not هو غني، لو عنده غني ولا لو كان غني؟ اكيد لو كان غني. يبقى هقول where ولا had؟ where. خلي بالك ان هنا where وهاد بيجوا في الحالة التانية فقط. يعني انت كده كده هتلاقي بعدهم would والمصدر. تمام؟ لان هما بيجوا في الحالة التانية بس. طيب جرامر يونت 1 كان بيتكلم عن ايه؟ جرامر يونت 1 كان بيتكلم عن حاجة اسمها necessity and obligation. يعني ايه necessity and obligation؟ الضرورة والإلزام. وكان عبارة عن شوية modal verbs necessity and obligation. قلنا يعني ايه necessity and obligation؟ الضرورة والإلزام. طيب ايه الحوار ده؟ الحوار ده كان عبارة عن شوية modal verbs. يعني ايه modal verbs؟ أفعال ناقصة. كنا بندرس أفعال الناقصة دي ومعانيها واستخداماتها. تعالى نستخدم أو تعالى نشوف ايه هي أول أفعال الناقصة معانا. كان عندنا should ونفيها كان shouldn't. وقلنا أو كنا عارفين قبل كده إن should يعني إيه؟ قلنا ساعتها إن should يعني يجب. طب shouldn't يعني إيه؟ shouldn't يعني لا يجب. طيب الاتنين دول بستخدمهم لإيه؟ الاتنين دول بستخدمهم للأدفايس. يعني إيه أدفايس؟ يعني نصيحة. طب نصيحة عادية ولا نصيحة قوية؟ لا، هي نصيحة عادية جدا لدرجة إن إحنا كنا بنسميها نصيحة لوجه الله. يبقى should و shouldn't نصيحة لوجه الله، should و shouldn't نصيحة لوجه الله، should و shouldn't نصيحة لوجه الله. طب should بتساوي إيه و shouldn't بتساوي إيه؟ عرفنا برضو إن should بتساوي O2، should بتساوي O2، should بتساوي O2 بتساوي had better، بتساوي had better. يلا معايا والنبي. should بتساوي O2، should بتساوي O2، should بتساوي O2 بتساوي had better، بتساوي had better. كل دول معناهم يجب. طب should نفيها ايه؟ should نفيها shouldn't. ought نفيها ايه؟ ought نفيها هو ought not to. طب had better نفيها ايه؟ هو had better not. يبقى يلا معايا والنبي. should بتساوي ought to، should بتساوي ought to بتساوي had better، بتساوي had better. should نفيها shouldn't، ought to نفيها ought not to، had better نفيها had better not. التلاتة دول معناهم يجب، التلاتة دول معناهم لا يجب. بستخدمهم لإيه؟ نصيحة لوجه الله. استخدمهم في إيه؟ نصيحة لوجه الله. النصيحة لوجه الله دي بتكون في البريزنت ولا في الباست؟ في المضارع وفي الماضي؟ طبعا في البريزنت. يبقى should و shouldn't دول بيستخدموا للتعبير عن النصيحة في زمن المضارع. طيب should و shouldn't، ought to و ought not to، had better و had better not، بيجي بعدهم الفعل عامل ازاي؟ بيجي بعدهم الفعل في الانفينيتيف. يعني should بيجي بعدها مصدر infinitive، ought to مصدر infinitive، had better مصدر infinitive، shouldn't مصدر infinitive، ought not to مصدر infinitive،
had better not مصدر infinitive. صعب الكلام ده؟ يا رب ما يكونش صعب. طيب بس كده اللي عندنا خلاص خلصنا؟ لا، عندنا كمان كلمتين اسمهم must we mustn't. must we mustn't. must يعني ايه؟ قلنا must يعني يجب. mustn't يعني ايه؟ mustn't يعني لا يجب. ايه ده؟ هو مش يجب ولا يجب دي لسه واخدينها من شويه، قلنا ان هما should و shouldn't يجب ولا يجب. وماست وماستنت برضه يجب ولا يجب. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق ان احنا قلنا ان should و shouldn't بستخدمهم في ايه؟ نصيحه لوجه الله، يعني نصيحه عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها اكش عنك ما عملتها. انما ماست وماستنت بقى تعالى نشوف. ماست بستخدمها امتى؟ يلا معايا. الزام داخلي، دعوة قوية نصيحة قوية معايا والنبي. إلزام داخلي، دعوة قوية نصيحة قوية معايا والنبي. إلزام داخلي، دعوة قوية نصيحة قوية. يعني إيه إلزام داخلي دعوة قوية نصيحة قوية؟ إلزام داخلي يعني حاجة من جوايا. يعني أنا كنت قلت لك أنا حاسس إن أنا هبطان، ما أكلتش من إمبارح، أنا لازم آكل. هقول I should eat ولا I must eat؟ لا، هقول I must eat. ليه؟ وانا هنصح نفسي نصيحه الوجه ان انا اكل، ولا ده الزام داخلي؟ الزام داخلي. يعني ايه الزام داخلي؟ يعني حاجه من جوايا. يعني ايه الزام داخلي بالانجلش؟ يعني inner obligation. inner obligation، الزام داخلي. طيب دعوه قويه، يعني ايه دعوه قويه؟ يعني strong invitation. ايوه، يعني ايه اصلا دعوه قويه بالانجلش؟ دعوه قويه بالانجلش يعني انا عمال ازن عليك. يعني ايه؟ انا خطوبتي يوم الخميس اللي جاي، بتعالى هستناك مش هتكمل غير بيك، والله العظيم استناك، والله العظيم ما هخطب غير لما انت تيجي. يبقى you should come ولا you must come؟ you must come. ليه؟ عشان دي دعوه قويه. طيب نصيحه قويه strong advice، نفس الكلام، هي نصيحه ولكن نصيحه بزن شويه. تمام؟ يبقى جيت قلت لك خلي بالك انت امتحانك بكره، انت لازم تذاكر، لازم تتنيل تذاكر، مفيش وقت. يبقى يو شود ستادي ولا يو ماست ستادي؟ لا يو ماست. دي نصيحه قويه، نصيحه قويه. يبقى انت بستخدم ماست، الزام داخلي، دعوه قويه، نصيحه قويه. ماست، الزام داخلي، دعوه قويه، نصيحه قويه. طيب عندك بعد كده mustn't. امتى بستخدم mustn't؟ mustn't بستخدمها لو حاجه ضد القانون أو خطر على الإنسان. يبقى إمتى بستخدم mustn't؟ حاجة ضد القانون أو خطر على الإنسان. mustn't حاجة ضد القانون أو خطر على الإنسان. مش فاهم؟ ماشي. جيت قلت لك دلوقتي كل الطرق عليها رادارات. You shouldn't drive fast ولا you mustn't drive fast؟ أكيد هقول you mustn't drive fast. طب ليه قلت you mustn't drive fast؟ علشان دي حاجة ضد القانون. لو أنت سوقت بسرعة هتتخذ مخالفة، يبقى دي حاجة ضد القانون. يبقى هقول shouldn't ولا mustn't؟ لا mustn't عشان دي حاجة ضد القانون. طيب حاجة خطر على الإنسان والمقصود بيها إن هو خطر في لحظتها، يعني خطر لحظي. بمعنى دلوقتي إحنا عارفين كلنا إن التدخين مضر للصحة، تمام؟ بس لو أنا قابلت واحد ماشي في الشارع والواحد ده بني آدم مش كويس وبيشرب سيجارة، تمام؟ فهقول له you shouldn't smoke ولا you mustn't smoke؟ هقول له you shouldn't smoke. طب ليه؟ هو مش التدخين خطر على الإنسان؟ بس أنا بقول لك إن خطر على الإنسان ده معناه إن هو خطر في لحظتها. هل هو لما يولع السيجارة هيموت؟ لا طبعا. يبقى مش هقول mustn't. أمال يعني إيه خطر في لحظتها؟ يعني مثلا طريق سفر، طريق سريع، طريق العربيات فيه تمشي على 120. You shouldn't cross that road ولا you mustn't cross that road؟ لا you mustn't. طب ليه mustn't؟ عشان دي حاجة خطر على الإنسان في لحظتها. أنت هتعدي الشارع هتتخبط في لحظتها هتموت، تمام؟ يبقى خطر على الإنسان في لحظتها بقول إيه؟ mustn't. طب مستر هو حاجة ضد القانون دي بتبقى واضحة قوي يعني؟ لا ممكن ما تبقاش واضحة قوي، ولكن في جمل تساعدك إن أنت تعرف إن هي حاجة ضد القانون. زي إيه؟ زي لو أنت لقيت جملة it's prohibited. يعني ايه it's prohibited؟ يعني من المحرم. او it's banned، يعني it's banned ممنوع. او it's forbidden، يعني ايه it's forbidden؟ برضو يعني ممنوع. او it's not allowed، غير مسموح.
أو it's against the law. يعني إيه against the law؟ ضد القانون. يبقى كل الاكسبريشنز دي وكل الجمل دي لو شفناها يبقى هو الراجل كتر خيره موفر علينا كتير وبيقول لك استخدم ايه؟ mustn't. بيقول لك استخدم ايه؟ mustn't. يبقى امتى بستخدم must؟ الزام داخلي، دعوة قوية، نصيحة قوية. mustn't حاجة ضد القانون أو خطر على الإنسان. mustn't حاجة ضد القانون أو خطر على الإنسان. صعب الكلام ده؟ يا رب ما يكونش صعب. طيب بعد كده تعالى نتعرف على two expressions تانيين اسمهم have to, has to, have to, has to, have to, has to. have to و has to يعني ايه؟ have to, has to يعني مضطر. have to, has to يعني ايه؟ مضطر. مضطر دي يعني حاجة بمزاج ولا غصب عنك؟ باين قوي ان هي غصب عنك. طيب لو عايز انفيهم، عايز اقول انت مش مضطر تعمل حاجة معينة، انفيهم بايه؟ انفيهم ب haven't to, hasn't to. صح؟ غلط. انفيهم بايه؟ انفيهم ب don't have to او doesn't have to. يبقى بيتنفوا بايه؟ don't have to او doesn't have to. انفيهم بايه؟ don't have to او doesn't have to. انفيهم بايه؟ don't have to او doesn't have to. don't have to doesn't have to يعني ايه؟ يعني مش مضطر. يعني ايه يا حبيبي؟ يعني مش مضطر. تمام؟ طيب دول معناهم مضطر ودول معناهم مش مضطر. السؤال الابدي والازلي have to و has to الاثنين معناهم مضطر. امتى have to امتى has to؟ ورغم ان ده سؤال ما يتسالش من سؤال في ثانيه ثانوي وده سؤال يتسال في سؤال من طالب في ثانيه ابتدائي مثلا، بس انا هقول لك have to مع I we they you والجمع. has to مع he وshe وat والمفرد. طب امتى don't وامتى doesn't؟ نفس الكلام. don't مع I we they you والجمع، doesn't مع he وشي وات والمفرد. طيب دول معناهم مضطر دول معناهم مش مضطر. هي مضطر دي زي ايه يعني؟ لو جيت قلت لك عارفين يا جماعه انا دلوقتي حالا في اللحظه اللي فيها دي مكسور، كنت وانا جاي هنا وقعت على السلم كتفي اتكسر، فانا مضطر اروح المستشفى. يبقى هقول I have to go to hospital. ليه I have to؟ عشان انا مضطر. طيب جيت قلت لك عارفين يا جماعه انا امبارح طلبت او مش طلبت، نزلت البيت. انتوا نزلت من البيت عارفين الساعه 1 مثلا 2 بالليل كده الواحد ايه تكبس علينا الجوع كده، هو الاكل ما بيحتاجش غير بعد الساعه 1 بالليل. فنزلت ببص حواليا ما لقيتش حاجه فاتحه غير مطعم فول وطعميه على اول الشارع اسمه البركه. حد يعرفه؟ اكيد محدش يعرفه. ليه؟ تقريبا محدش عارف ان في مطعم اسمه البركه. المهم الناس اللي شغالين جوه المطعم ده لازم يلبسوا يونيفورم ولا مش لازم؟ انا بقول لك ان هو مطعم مش معروف، مطعم مجهول الهويه، مطعم تحت بير السلم. يبقى هم الناس اللي شغاله لازم يلبسوا يونيفورم ولا مش مضطرين؟ مش مضطرين ولكن براحتهم. يبقى they don't have to wear a uniform. يعني don't have to هم مش مضطرين يلبسوا يونيفورم. يبقى have to has to مضطر. انفيهم بايه؟ don't have to او doesn't have to. الاثنين معناهم ايه؟ مش مضطر يعني براحتك، مش مضطر يعني براحتك. طيب تعال نبص في اللي بعد كده. هو لسه في تاني؟ لسه في تاني كتير جدا. عندنا كلمة مشهورة جدا 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 اسمها need to. يعني ايه need to؟ need to يعني يحتاج إلى. need to يعني يحتاج إلى. طب أنا عايز أنفيها، عايز أقول مش محتاج أنفيها بإيه؟ need to ليها 3 نفي. 3؟ والله 3. need to ممكن تتنفي بيه don't need to أو doesn't need to أو needn't to. صح؟ صح؟ لا طبعا مش صح. ليه مش صح؟ عشان needn't من غير to، needn't من غير to، needn't من غير to، needn't من غير to. يبقى عندك need to يعني ايه؟ يحتاج. لو انا عايز اقول مش محتاج عندي 3 طرق ممكن اقولها ب don't need to يعني لا يحتاج. ممكن اقول doesn't need to يعني لا يحتاج. ممكن اقول needn't
من غير تو needn't، من غير تو needn't، من غير تو needn't، من غير تو. يعني اتصلت دلوقتي بعد ما خلصت تصوير، اتصلت بالحاجه في البيت، حاجه انت عامله اكل؟ قالت لي عامله مكرونه بشاميل. قلت لها كتر خيرك والله العظيم، تسلم ايدك. انا دلوقتي محتاج اجيب اكل من بره ولا مش محتاج؟ مش محتاج. يبقى هقول I needn't to order food ولا I needn't to order على طول؟ I need to order على طول من غير to needn't، من غير to needn't، من غير to needn't، من غير to. النبي هتركز. طيب هو برضه معناها ايه؟ لا يحتاج. طيب شايفين كل اللي احنا خدناه ده في حاجه مشتركه ما بينهم كلهم، او حاجتين مشتركين ما بينهم كلهم. حاجتين مشتركين، والله العظيم. ايه الحاجتين المشتركين ما بينهم كلهم؟ اول حاجه ان كلهم في زمن المضارع، كلهم في زمن الايه؟ المضارع. تاني حاجه ان كلهم بيجي بعدهم infinitive، مصدر. كلهم بيجي بعدهم ايه؟ مصدر. ايه ده بجد؟ والله. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان must و mustn't برضه بيجي بعدهم ايه؟ infinitive مصدر. وهم في زمن الايه؟ هم في زمن المضارع. طيب بص اللي بعد كده. have to has to، have to has to يعني ايه؟ مضطرب. don't have to doesn't have to يعني ايه؟ مش مضطرب. كل دول بيجي بعدهم فعل ايه؟ infinitive مصدر، infinitive مصدر، infinitive مصدر، infinitive مصدر. وكل دول في زمن الايه؟ كل دول في زمن البريزنت، في زمن المضارع. طيب عارف كمان ايه اخر حاجه؟ need to، need to يعني يحتاج. don't need to، doesn't need to، needn't. كل دول بيجي بعدهم فعل ايه؟ infinitive مصدر، 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 مصدر. وكل دول بيجوا في زمن الايه؟ كل دول بيجوا في زمن البريزنت، المضارع. صعب الكلام ده؟ اتمنى ما يكونش صعب. طيب عندنا بقى مشكله صغيره. ايه المشكله الصغيره دي؟ عندنا لو جيت قلت لك في واحد صاحبي اسمه علي. علي ده امبارح نام الساعة 5 الفجر، والنهاردة الصبح كان وراه شغل، فطبعا صحي تعبان ومتأخر، وقعد يشتكي لي ويقول لي أنا صحي تعبان جدا ومش تعبان جدا وبتاع. فرحت قلت له يا علي أنت نمت الساعة كام؟ قال لي 5 الفجر. قلت له أنت عبيط؟ أنت مش المفروض تنام متأخر امبارح؟ ولا أنت ما كانش المفروض تنام متأخر امبارح؟ أكيد ما كانش المفروض تنام متأخر امبارح. طيب هو امبارح ده زمان إيه؟ ماضي. الله ينور عليك، برافو عليك، في الباست، في الماضي. طيب هو كل اللي احنا خدناه ده زمن ايه؟ احنا فاهمين كل اللي احنا خدناه ده قبل كده زمن البريزنت. طب دلوقتي عايز حاجه في الماضي، اعمل ايه؟ تعال نجيب الماضي منهم يا حبيبي. الماضي من شود وشودنت ايه؟ هو في ماضي شود وشودنت؟ طب ايه الماضي من شود وشودنت؟ الماضي من شود وشودنت هو شود وشودنت. بجد والله؟ والله العظيم الماضي من شود وشودنت هو شود وشودنت. طب انا افرق ما بينهم ازاي؟ هقول لك حالا بالا فعلا. لان الفرق مش في شود وشودنت، الفرق في اللي بعدهم. بعدهم يا ايه بعدهم ده؟ ما هو في المضارع شود وشودنت كان بيجي بعدهم ايه يا حبيبي؟ شود كان بيجي بعدهم فعل مصدر، صح؟ فاكر؟ كان بيجي بعدها مصدر. في الماضي بقى مش هجيب مصدر. امال في الماضي هجيب ايه؟ في الماضي هجيب have will be be. في الماضي هجيب have will be be. في الماضي هجيب have will be be. يبقى لما اجي اكلم علي اقول له يا علي انت كان المفروض تنام بدري امبارح، هقول له you should sleep ولا هقول له you should have slept؟ you should have slept. ايه ده في زمن الايه؟ الماضي. طيب جيت قلت لك امبارح يا جماعه لما روحت البيت كنت جايب، وانا داخل البيت كنت جايب تمن جبنه رومي وتمن لانشون، تمام، وفينو. سبتهم على السفره ودخلت اغير هدومي، طلعت عشان اكل، لقيت الاكل ده كله خلصان. فببص كده لقيت اخويا بيحشهم، تمام. فقلت له هو انت ايه اللي انت عملته ده؟ انت ما كانش المفروض تاكل اكلي. ده مضارع ولا ماضي؟ ماضي. هقول لي you shouldn't eat ولا هقول لي you shouldn't have eaten؟ you shouldn't have eaten، shouldn't have eaten ما كانش المفروض تعمل. يبقى ركز معايا والنبي. should have be معناها كان المفروض يعمل بس ما عملش.
shouldn't have be معناها ما كانش مفروض يعمل لكنه عمل. يبقى لما اجي اقول لاخويا you shouldn't have eaten ما كانش المفروض تاكل الاكل، يبقى هو اكله، يبقى دي معناها ما كانش المفروض ياكل لكنه اكل. طيب جيت قلت لعلي انت كان المفروض تنام بدري، يبقى هو ما نامش بدري، يبقى you should have slept early كان المفروض تنام بدري بس انت ما نمتش. طب should have وال be و shouldn't have وال be بقى ايه استخداماتهم؟ بستخدمهم للوم او العتاب. يعني ايه لوم او عتاب؟ blame يعني لوم، regret يعني ندم. اوكي، يبقى should have وال be و shouldn't have دي استخدمهم في الايه؟ blame or regret. blame or regret. صعب الكلام ده؟ يا رب ما يكونش صعب. طيب هحكي لكم حدوته. وانا صغير في ثالثه اعدادي بالظبط كنت بلعب كوره كتير جدا 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 جدا، تمام؟ ومن المرات اللي لعبت فيها كوره وقعت على كتفي الشمال ده، في هنا عظمه اتشرخت واتكسرت، الاثنين اتشرخت واتكسرت الاثنين في نفس الوقعه، تمام؟ انا مضطر اروح المستشفى دلوقتي ولا اضطريت اروح المستشفى ساعتها؟ اكيد اضطريت اروح المستشفى ساعتها. طب ساعتها ده مضارع ولا ماضي؟ ماضي. طب معلش هو مضطر يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان مضطر يعني have to او has to، فاكر الكلام ده؟ مضطر يعني ايه؟ have to او has to يعني مضطر. طب انا عايز اجيب الماضي بقى. الماضي من have و has ايه تفتكر؟ الله ينور عليك، الماضي من have و has هو had to. had to يعني ايه؟ had to يعني اضطر في الماضي، اضطر في الماضي. طيب had to النفي منها ايه بقى؟ had to النفي منها didn't have to. يعني ايه didn't have to؟ didn't have to يعني ما كانش مضطر، ما كانش مضطر. معلش كده بالله عليك قولها معايا 5 مرات وخدني على قد عقلي، ما تجرش الفيديو، ما تجرش الفيديو والنبي، قولها معايا 5 مرات والنبي خدني على قد عقلي. يعني ايه didn't have to؟ ما كانش مضطر. يعني ايه didn't have to؟ ما كانش مضطر. يعني didn't have to 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 ما كانش مضطر. هنقوم 5 مرات العكس. يعني ايه ما كانش مضطر؟ didn't have to. 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 ليه بقى بنعيد كل ده؟ لأن didn't have to ليها بنت خالتها. مين بنت خالتها؟ بنت خالتها دي اسمها needn't have will be. قول معايا كده النبي needn't have will be. قول معايا والنبي needn't have will be. قول معايا تاني needn't have will be. needn't have will be. needn't have will be. needn't have will be بقى معناها ايه؟ برضه معناها ما كانش مضطر. لا اله الا الله. يعني كده انا عندي كام كلمه معناها ما كانش مضطر؟ 2. ايه هما الكلمتين دول؟ didn't have to او needn't have will be. didn't have to او needn't have will be. تاني يعني ايه ما كانش مضطر؟ didn't have to او needn't have will be. طب ايه الفرق؟ الفرق ان didn't have to ما كانش مضطر وما عملش. needn't have be ما كانش مضطر لكنه عمل. يبقى تاني والنبي didn't have to أو needn't have will be. didn't have to أو needn't have will be. الاثنين معناهم ما كانش مضطر، الاثنين معناهم ما كانش مضطر، بس didn't have to ما كانش مضطر وما عملش. didn't have ما كانش مضطر لكنه عمل. يبقى امبارح امي كانت عامله مكرونه بالبشاميل، يبقى انا مضطر اجيب اكل من بره ولا لا؟ لا، بس انا طفس ورحت جبت اكل من بره. امي قفشتني وانا داخل ايه؟ بكيس كده مليان وجبه فرايد تشيكن. فكانت قالت لي يا ابرام يا ابرام انت ما كنتش مضطر تشتري اكل. انا ما اشتريتش ولا اشتريت. يبقى انا ما كنتش مضطر اعمل وما عملتش ولا عملت. يبقى امي هتقول لي you didn't have to buy food ولا you needn't have bought. you needn't have bought. طيب وانا بجيب الفرايد تشيكن سالت اخويا قلت له اجيب لك معايا؟ قال لي لا. فهي قالت لي اخويا، قلت له جدع برافو عليك، انت ما فعلا ما كنتش مضطر تجيب اكل. هو اخويا جاب اكل؟
لا. يبقى هو ما كانش مضطر يعمل وعمل ولا ما عملش؟ ما عملش. يبقى لو امي جت توجه الكلام لاخويا هتقول لي you needn't have bought ولا you didn't have to buy؟ you didn't have to buy. didn't have to buy. يبقى يعني ايه ما كانش مضطر؟ كلمتين didn't have to او didn't have والبي didn't have to كانش مضطر ما عملش. didn't have بي ما كانش مضطر لكنه عمل. طيب عندنا حاجة تانية؟ عندنا حاجة تانية بس فاضل خلاص تكة صغيرة جدا. عندنا كلمة اسمها necessary. يعني ايه necessary؟ necessary يعني من الضروري. necessary يعني ايه؟ من الضروري أن. طيب necessary بتساوي ايه؟ necessary بتساوي a necessity. يبقى necessary بتساوي a necessity. بتساوي ايه كمان؟ بتساوي a must. كل الكلمات دي معناها من الضروري ان. الكلمه دي معناها من الضروري ان. معلش خدني على قد عقلي. ممكن تقولهم ورايا معلش. اول كلمه necessary، اول كلمه necessary، اول كلمه necessary، تاني كلمه a necessity، تاني كلمه a necessity، تاني كلمه a necessity، تالت كلمه a must، تالت كلمه a must. التلات كلمات دول معناهم من الضروري ان. التلات كلمات دول معناهم من الضروري ان. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم to الانفينيتيف، to المصدر. بيجي بعدهم ايه؟ to المصدر. طيب ممكن تخلي بالك من حاجه؟ ممكن فاكر must يعني ايه؟ must يعني يجب، صح ولا انا غلطان؟ معلش افتكر كده. must يعني يجب. كان بيجي بعدها ايه؟ infinitive بس مصدر. ها طب بص كده. must يعني ايه؟ must يعني من الضروري بيجي بعدها to المصدر. يبقى must بس مصدر، must to المصدر، must بس مصدر، must to المصدر، must بس مصدر، must to المصدر. صعب الكلام ده؟ يا رب ما يكونش صعب. طب في حاجه كمان، اخر حاجه خالص 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 والله في اليونت ده. عندنا في حاله وجود rules. يعني ايه rules؟ قواعد. لو بتكلم عن قواعد معينه، تمام، القاعده دي او القواعد دي لو بتكلم عنها بشكل عام غير لو بتكلم عنها بشكل خاص او محدد. هو يعني ايه قاعده بشكل عام وقاعده بشكل خاص؟ هفهمك دلوقتي حاجه. لو القاعده بتكلم عنها بشكل عام هستخدم must. لو القاعده بتكلم عنها بشكل خاص هستخدم have to او has to، have to او has to، have to او has to. طيب ممكن نوضح طبعا حبيبي. لو جيت قلت لك in primary schools في المدارس الابتدائيه الاطفال يجب ان يرتدوا اليونيفورم بتاع المدرسه. انا كده بتكلم عن القاعده دي في العموم ولا خصصت حد معين؟ في العموم، بتكلم عن الاطفال كلهم. يبقى هقول children have to wear a uniform ولا must wear a uniform؟ هقول must wear the school uniform. طب لو انا جيت قلت لك عارفين يا جماعه علي شغال في البنك وعلي مضطر يلبس او لازم يلبس بدله وهو رايح البنك، انا هنا بتكلم عن قاعده لبس البدله في البنك عن الناس كلها ولا انا بتكلم عن علي بس؟ هنا بتكلم عن علي بس. يبقى هقول علي must ولا هقول has to؟ لا هقول has to، لان انا هنا ما اتكلمتش عن الناس كلها، ما اتكلمتش بشكل عام، اتكلمت بشكل خاص، اتكلمت بشكل خاص. يبقى في حاله وجود rules قواعد لو بتكلم عنها بشكل عام هقول must، لو بشكل خاص هقول have to او has to، بشكل خاص هقول ايه؟ have to او has to، بشكل خاص هقول ايه؟ have to او has to. طيب اخر حاجه خالص 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 حابب اضيفها على حاجه قلناها قبل كده. فاكرين have to و has to اللي هي كان معناها مضطر؟ have to has to اللي هي معناها مضطر في الحقيقه بتساوي have got to و has got to. ايه؟ بتساوي have got to و has to بتساوي has got to. دول برضو معناهم ايه؟ دول برضو معناهم مضطر ان. has got to. يبقى كده have got to هي have to، has got to هي has to. طيب هديك 5 ثواني تاخد سكرين شوت لو انت عايز من البوردز كلها. يلا اتفضل.
اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها آخر واحدة. كده يونت 1 انتهى، خلص الحمد لله، خلصناه تقريبا في أقل من نص ساعة. خد بريك 5 دقايق بس وروح حل أسئلة الجرامر بتاعت يونت 1، أو لو هي مش متقسمة عندك خلاص ما تحلش حاجة دلوقتي. يونت 9 يا جماعة جميل جدا وسهل جدا، بيتكلم عن حاجة اسمها stative verbs. ايه هي ال stative verbs؟ أنا هقول لك. ال stative verbs يا جماعة هي الأفعال، أو تعتبر اسمها أفعال السكون. ايه أفعال السكون دي يا عم الحاج؟ أفعال السكون دي هي أفعال الإدراك، أفعال الشعور، أفعال الحواس، وأفعال الملكية. يبقى قول معايا كده ايه هي افعال الستاتيف فيربس. قول ورايا كده والنبي: ادراك، شعور، حواس، ملكيه. قول ورايا والنبي: ادراك، شعور، حواس، ملكيه. قول معايا والنبي: ادراك، شعور، حواس، ملكيه. ايه بقى هي افعال ادراك وشعور حواس ملكيه يا جماعه؟ وليه سميناها افعال ستاتيف؟ انا هقول لك. الادراك هي اي حاجه تعمل بالمخ او بالعقل. يعني ايه؟ يفهم يعني يا جماعه understand، ده فعل ادراك. يتذكر يعني ايه؟ remember، ده برضه بالمخ، يبقى ده يعتبر ادراك. طب ينسى forget، بالمخ، ادراك. تمام؟ كل دي افعال تعتبر ادراك. طب الشعور يا جماعه مشاعر، love يحب، دي شعور. hate يكره، ده شعور. miss اللي هي يفتقد، I miss you انا بفتقدك، ده برضه شعور. طب حواس ايه؟ يرى يعني see، يشم يعني smell، صح؟ كل دي افعال حواس تعتبر stative verbs. ملكيه يعني يمتلك have، او own برضه يعني يمتلك، جايه منها كلمه owner، مالك، صح؟ يبقى كل دي افعال ملكيه. ايوه اهلا وسهلا. يعني مالهم بقى الافعال الجميله دي اللي هي الادراك والشعور والحس والملكيه؟ stative verbs. ايوه يعني نعمل معاهم ايه الستاتيف verbs دي؟ بص، الستاتيف verbs الافعال بتاعت الاستاتيف هي عباره عن افعال لا حول ولا قوه الا بالله لا تاتي مستمر. يعني ايه يا بابا؟ افعال لا تاتي مستمر، افعال لا تاتي مستمر، افعال لا تاتي مستمر. يعني ايه لا تاتي مستمر؟ المستمر ده يا بابا اللي هو am او is او are plus ال ing. انا هسألك سؤال: الشعور مثلا اللي هو love، عمرك شفت واحد بيقول لواحدة I am loving you؟ مستحيل. ليه ما ينفعش يقول I am loving you؟ عشان love ده لا يأتي مستمر، ما ينفعش أقول I am loving، بقول I love you مش I am loving you، لأن love يا جماعة فعل من أفعال الشعور، وده لا يأتي مستمر، لا يأتي مستمر. طب نفس الكلام الإدراك، في حاجة اسمها I am remembering you، لا اسمها I remember you. في حاجة اسمها I am understanding you، مفيش حاجة اسمها كده، اسمها I understand you. ولكن الحياة مش سهلة للدرجة دي، لأن في حالات شاذة يا جماعة. إيه هي الحالات الشاذة بقى؟ تعالى نعمل جدول جميل ونشوف. أفعال stative يعني لا تأتي مستمر. والحالة التانية اللي هي الدايناميك بتاعتها اللي هي تأتي مستمر، دي الحالات الشاذة. بص بقى يا عم الحاج، وهنا هنكتب الفعل نفسه. يعني مثلا الفعل be، والفعل love، الفعل think، الفعل see، الفعل look، الفعل taste أو smell يتذوق أو يشم. بص بقى نجم النجوم، عندك be امتى لا تأتي مستمر؟ يعني امتى تيجي am و is و are، وامتى تيجي مستمر؟ يعني امتى تيجي am و is و are being. امتى اقول he is
selfish وامتى اقول he is being selfish. يعني ايه selfish؟ يعني اناني. بص بقى، لو انا مش هتجيبها مستمر، يعني تقول لها am و is و are، دي لو حاله دائمه. طب امتى تقولها am is are being؟ دي لو حاله مؤقته. يعني ايه؟ يعني انا دايما متعود على يوسف ان هو ولد طيب جميل هادي ما بسمعلوش صوت. يعني ايه هادي يا جماعه؟ quiet، هو دايما هادي. يبقى انا هقول he is being quiet ولا he is quiet؟ he is quiet. اما محمد صاحبه ده بني ادم شيطان، ده بني ادم رغاي، ده بني ادم طول الحصه عمال بيتكلم. بس النهارده الصراحه ربنا هديه، النهارده هو ساكت وقاطم ما بيفتحش بقه. هل هدوءه حاله دائمه ولا حاله مؤقته؟ مؤقته. يبقى اقول محمد is quiet ولا is being quiet today؟ is being quiet today. يبقى امتى تقول am is are؟ لو حاله دائمه. امتى am is are being؟ لو حاله مؤقته. نفس الكلام مع love. امتى love تيجي مستمر يا جماعه؟ لو حاله دائمه. لا تاتي مستمر لو حاله دائمه. امتى تقدر تجيبها مستمر؟ لو حاله مؤقته. يعني ايه؟ انا واحد يا جماعه ما بحبش، طبعا نعمه ربنا وكل حاجه، بس انا ما بحبش اكل سمك. ما بحبش اكل ايه؟ سمك. بس الصراحه النهارده عمته عملت لي اكله سمك ملوكي، حبيت اكله السمك منها جدا. يبقى انا بحب اكل السمك في العموم او دايما، ولا دي حاله مؤقته؟ مؤقته. يبقى ساعتها لاف مش هتيجي مستمر ولا تيجي مستمر؟ تيجي مستمر. يبقى اقول I love ولا I am loving؟ I'm loving. ليه هنا اقول I'm loving؟ عشان دي حاله ايه؟ مؤقته. طيب think امتى ما تجيش مستمر وامتى تيجي مستمر؟ ما تجيش مستمر لو معناها يعتقد، وتيجي مستمر لو معناها يفكر. يبقى لو جيت قلت لك I know محمد صلاح is the best player in the world، أنا نقط إن محمد صلاح أحسن لاعب في العالم. أنا بفكر إن صلاح أحسن لاعب في العالم ولا أنا بعتقد؟ بعتقد. يبقى هنا تأتي مستمر ولا لا تأتي؟ لا تأتي. يبقى هقول I am thinking ولا I think؟ I think. أما لو جيت قلت لك تسرحان في إيه؟ جيت قلت لي والله يا مستر أنا عمال أعتقد في مشاكل ولا افكر في مشاكل؟ افكر. يبقى هقول I think ولا I am thinking؟ I am thinking. ليه؟ عشان هجيبها مستمر. انا نسيت يعني ايه مستمر. مستمر يعني ام از ار والايه؟ والاي ان جي. مستمر يعني ام از ار والايه؟ والاي ان جي. سي، بص بقى يا باشا، سي لو معناها يرى ما تجيش مستمر. سي لو معناها يقابل تيجي مستمر. يعني انا مش شايفك، هقول I am not seeing you ولا I don't see you؟ I don't see you. ليه ما قلتش I'm not seeing؟ علشان see هنا تيجي بمعنى يقابل، انا مش بقابلك ولا انا مش شايفك؟ مش شايفك، مش لا اراك. تمام. اما لو جيت قلت لك انا النهارده مش هعرف اقابلك، او مش هعرف اقعد معاك اذاكر لك، او مش هعرف اصور فيديو زي ده علشان انا هقابل صاحبي. يبقى هنا سي هتيجي بمعنى يرى ولا يقابل؟ يقابل. يبقى لا تاتي مستمر ولا تيجي مستمر؟ تيجي مستمر. يبقى اقول I see ولا I am seeing؟ I am seeing. انا هقابل صاحبي. look لو معناها يبدو ما تجيش مستمر. لو معناها ينظر او يبحث تيجي مستمر. لو دلوقتي يا جماعه انت بص لي كده ليه يا عم؟ انت هنا معناها انت تبدو ليا كده ليه ولا تنظر الي كده ليه؟ تنظر. يبقى مش هتيجي مستمر ولا تيجي مستمر؟ تيجي مستمر. يبقى هقول why do you look ولا are you looking؟ are you looking عشان معناها ينظر. اما لو جيت لك مالك انت تنظر زعلان ولا تبدو زعلان؟ تبدو زعلان. يبقى اقول لك you are looking sad ولا you look sad؟ you look sad عشان تبدو ما تجيش مستمر. آخر حاجة تيست وسميل، يتذوق ويشم. لو هي جاية بمعنى طعم أو ريحة ما تجيش مستمر. لو جاية بمعنى يتذوق أو يشم تيجي مستمر. يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني دلوقتي البرفيوم اللي أنت حاطه ده يشم رائع ولا ريحته رائعة؟ ريحته رائعة. يبقى رائحة دي تأتي مستمر ولا لا تأتي مستمر؟ لا تأتي مستمر. يبقى هقول لك your perfume is smelling ولا smells؟ أما وأنا بسلم كده على الولاد في المدرسة بقعد أشم في ريحة سجاير ولا لأ؟ بقعد ريحتهم ولا أشمهم؟ أشمهم. يبقى هنا smell هتيجي بمعنى إيه؟ يشم. يبقى هجيبها مستمر، يبقى هقول I'm smelling them. طيب الطعم، الشوربة أو السمك بتاع عمته يتذوق رائع ولا طعمه رائع؟ طعمه رائع. يبقى taste.
او تيستس مش هتيجي مستمر. انا قلت لكم يا جماعه انا بص انا مش هاكل، انا بس هدوق حته، هقول I am tasting. ليه قلت I'm tasting؟ عشان هتيجي بمعنى طعم ولا يتذوق، يبقى هجيبها مستمر. وده كان يونت 9 يا جماعه. تعال نخش على يونت 10. بيتكلم عن 3 افعال مهمين جدا وهم seem و suppose و mean. seem و suppose و mean. seem و suppose و mean معناهم ايه؟ seem يعني يبدو، suppose يعني يفترض، mean يعني يقصد او يعني. في حاجة مشتركة بين التلات أفعال دول. إيه الحاجة المشتركة؟ إن الحاجة المشتركة بينهم إن التلات أفعال دول ما بيجوش ING، ما بيجوش ING، ما بيجوش ING، ما بيجوش ING. يعني إيه ما بيجوش ING؟ يعني ما فيش حاجة اسمها I was seeming، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها I was supposing، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها I was meaning، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها كده. يبقى الأفعال دي ما بيتحط لهمش ING، الأفعال دي ما بيتحط لهمش إيه؟ ING. طيب بس كده خلاص يعني الجرامر خلص؟ لا، في ملحوظتين. suppose دي ممكن تيجي passive، ويمين ممكن تيجي passive. يعني إيه passive؟ قلنا يعني مجهول. طيب الباسيف ده شكله عامل ازاي؟ قلنا الباسيف ده بيكون شكله عبارة عن verb to be will be be، verb to be will be be، verb to be will be be. طيب verb to be will be be من suppose هو ايه؟ هو supposed. verb to be will be be من مين هو ايه؟ هو meant. ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني لو انت لقيت verb to be وبعدها supposed، هو ايه هو verb to be؟ verb to be ده اللي هو am او is او are او was او were او be او being او being. يبقى هو verb to be am is are was were be being been. هو ده verb to be. طب لو انت لقيت الشكل ده، يعني لقيت am او is او are او was او were be being been وبعدها كلمة supposed او من هتعمل ايه؟ مش هتعمل اي حاجه، بس هيبقى معناهم مختلف شويه. ايه المعنى المختلف؟ verb to be زائد supposed هيبقى معناها من المفترض. verb to be زائد meant هيكون معناها من المطلوب. يبقى ركز معايا والنبي. لو انت قلت لك انت المفروض تذاكر، هقول لك you suppose ولا you are supposed to study. دي معناها انت المفروض ان انت تذاكر. طب ليه قلت are supposed؟ عشان are supposed معناها من المفترض او من المفروض، انما supposed لوحدها يبقى معناها ايه؟ يفترض. انت تفترض انك تذاكر ولا انت المفروض عليك انك تذاكر؟ مفروض عليك انك تذاكر. مفروض يبقى am is are was were be being been وبعدها supposed. طب جيت قلت لك hospitals المستشفيات are meant to help patients او help the patients. معناها المستشفيات من المطلوب منها ان هي تساعد الايه؟ الناس المرضى. يبقى suppose لوحدها يفترض، verb to be زائد supposed من المفترض، مين لوحدها يقصد او يعني، verb to be زائد meant معناها من المطلوب، معناها من المطلوب. ده كده كان جرامر يونت 5. بس كده بس كده. بس انت بص برضه في البوستر بيجي بعدهم ايه؟ سين ممكن يجي بعدها صفه، ممكن يجي بعدها تو المصدر، ممكن يجي بعدها تو بي والاي ان جي، ممكن يجي بعدها تو هاف والبي بي. فانت لازم تركز في الحاجات دي. يعني بقيه القواعد دي حاجات حفظ تبص عليها عندك في البوستر اللي حضرتك استلمته مني. يعني ايه باست هابتس؟ الباست هابتس دي يعني العادات في الماضي. ايه هو الجرام بتاع عادات في الماضي ده؟ عادات الماضي دي هي قاعدة used to. فاكرين used to؟ يلا معايا. used to يعني ايه؟ قلنا used to يعني كان متعود وبطل، كان متعود وبطل، كان متعود وبطل بطل. تمام؟ يبقى used to كان متعود وبطل، used to كان متعود وبطل. طب ايه كمان معناه كان متعود وبطل؟ used to العبط ده هقول لك no longer. no longer معناها لم يعد.
هو يعني ايه لم يعد؟ لو قلت لك انا لم اعد ادخن، مش دي معناها ان انا كنت متعود ادخن وبطلت؟ لو جيت قلت لك انا لم اعد انام متاخر، مش دي معناها ان انا كنت بنام متاخر وبطلت؟ اوكي. طيب و any longer و any more بعد الان، any longer و any more بعد الان. المهم كل الاكسبريشنز دي الاربعه دول بيعبروا ان كان في عاده كنت بعملها وبطلتها، كان في عاده بعملها زمان بطلتها دلوقتي، بعملها زمان بطلتها دلوقتي، بعملها زمان بطلتها دلوقتي. طيب used to بيجي بعدها ايه؟ used to بيجي بعدها infinitive مصدر. طب used to لو لقيت قبلها was أو were أو got أو became ساعتها هيجي بعدها مصدر؟ لا، هيجي بعدها إيه؟ ing. هيجي بعدها إيه؟ ing. يبقى يلا معايا سمعني used to مصدر، used to مصدر، used to مصدر، was used to ing، were used to ing، got used to ing، became used to ing، used to بس مصدر، used to بس مصدر. طيب no longer، no longer بيجي بعدها present simple. يعني ايه present simple؟ ال present simple ده اللي هو المضارع البسيط. يبقى no longer بيجي بعدها مضارع بسيط، no longer بعدها مضارع بسيط. ايه المضارع البسيط؟ حد يفكرني. مضارع بسيط مصدر اس، مضارع بسيط مصدر اس. يبقى مصدر او اس. يبقى no longer smoke او smokes. طب على حسب ايه؟ امتى احط مصدر امتى احط اس؟ طبعا بحط المصدر مع I we they you والجمع، بحط اس مع he وشي وات والمفرد. طيب any longer و any more بقى، any longer و any more بيجي قبلهم مش بعدهم negative present simple. negative present simple يعني مضارع بسيط منفي، مضارع بسيط منفي، مضارع بسيط منفي، مضارع بسيط منفي. طيب ايه هو المضارع البسيط المنفي؟ قلنا بنفي ب don't و doesn't. فالمضارع بنفي ب don't و doesn't. يعني هو هيجيب don't و doesn't بس؟ لا يا حبيبي، ممكن يجيب لك isn't، ممكن يجيب لك aren't، ممكن يجيب لك can't. اي نفي، اي ايه؟ اي نفي. يبقى any longer و any more مش لازم تلاقي قبلهم don't و doesn't بس، ممكن تلاقي قبلهم اي نفي isn't او aren't او can't بس. تمام. طيب يبقى الاربع اكسبريشنز دول او الاربع تركيبات دول او الاربع تكوينات دول معناهم ايه؟ كان متعود وبطل. يبقى لو جيت لك انا كنت متعود ادخن والحمد لله بطلت، هقول I used to smoke او I was used to smoking او I no longer smoke او I don't smoke any longer او I don't smoke anymore. صعب الكلام ده؟ كل الجمل اللي قلتها دي معناها ايه؟ كان متعود يدخن وايه؟ بطل. كان متعود يدخن وايه؟ وبطل. ده كده كان الجزء بتاع البوست سيمبل. عندنا حاجه اسمها future continuous المستقبل المستمر، وحاجه اسمها future perfect المستقبل التام. طب ايه هو المستقبل المستمر وايه هو المستقبل التام؟ المستقبل المستمر ده هو حاجه هتكون شغالة في المستقبل، حاجة هتكون شغالة في المستقبل، حاجة هتكون شغالة في المستقبل. طب المستقبل التام حاجة هتكون خلصت في المستقبل. لا بالراحة بس كده. هو يعني ايه حاجة هتكون شغالة في المستقبل؟ يعني حاجة هتكون خلصت في المستقبل. انت عبيط ولا ايه؟ لا بص بقى، لو جيت قلت لك في النهارده ماتش الساعة 9، الماتش بيقعد قد ايه؟ حوالي ساعتين صح؟ يعني من 9 لكام؟ ل 11 صح كده؟ الله ينور عليك. طيب على حوالي الساعة 9:30، على حوالي الساعة 9:30 اللعيبة هيبدأوا يلعبوا ولا هيكونوا بيلعبوا؟ هيكونوا بيلعبوا. يعني الساعة 9:30 دي حاجة لسه هتبدأ
ولا حاجه هتكون شغاله؟ حاجه هتكون شغاله. يبقى الساعه 9:30 هقول مستقبل عادي ولا مستقبل مستمر ولا مستقبل تام؟ مستقبل مستمر اللي هو حاجه هتكون شغاله في المستقبل. طيب لو جيت لك على الساعه 12، على الساعه 12 اللعيبه هيبداوا يلعبوا ولا هيكونوا بيلعبوا ولا هيكونوا خلصوا لعب؟ اكيد هيكونوا خلصوا لعب. يبقى ده مستقبل عادي ولا مستمر ولا تام؟ تام. حاجه هتكون خلصت في المستقبل. طب ده شكله عامل ازاي؟ ده شكله عامل ازاي؟ المستقبل البسيط والله شكله بيكون المستقبل المستمر والله شكله بيكون will be with ing. المستقبل المستمر will be will ing will be will ing will be will ing. طيب هنفترض ان انت امتحان سيادتك يوم الجمعة، تمام؟ يوم الجمعة الامتحان بتاعك من الساعة 9 للساعة 11، ماشي؟ يبقى انت الساعة 10 يوم الجمعة هتبدأ امتحان ولا هتكون بتمتحن؟ هتكون بتمتحن. يبقى هقول you will be doing your exams. you will be doing your exams. انت هتكون بتمتحن، دي حاجة هتكون شغالة. طيب جيت قلت لكم يا جماعة بعد اذنكم محدش يتصل بيا بعد الساعة 12 علشان انا بنام. يبقى الساعة 1 انا هبدأ انام ولا هكون نايم؟ هكون نايم. يبقى اقول I will be sleeping. I will be sleeping. أنا سوف أكون نايم. ده المستقبل المستمر. طب المستقبل التام بقى شكله بيكون عامل إزاي؟ المستقبل التام شكله بيكون will have will be will have will be will have will be. طيب أنت هتخلص امتحاناتك يوم الخميس، ماشي؟ يبقى أنت يوم الجمعة هتبدأ تمتحن ولا هتكون بتمتحن ولا هتكون خلصت امتحانات؟ هتكون خلصت امتحانات. يبقى هقول you will be doing ولا you will have done؟ you will have done your exams. انت تكون خلاص خلصت امتحاناتك، تكون خلصت ايه؟ طيب على الساعة 12 بالليل اللعيبة هتبدأ الماتش ولا هتكون بتلعب ولا هتكون خلصت لعب؟ هتكون خلصوا. يبقى هقول they will be playing ولا will have played؟ will have played. يبقى المستقبل المستمر حاجة هتكون شغالة will be will ing. المستقبل التام حاجة هتكون خلصت will have will be. المستقبل التام will have will be. طب هو ده الشكل الوحيد بس؟ لا، في شكل تاني اللي هو الباسيف اللي هو شكله عامل ازاي بقى؟ شكله بيكون will have been will be. يعني بزود كلمة ايه؟ been. بس ده امتى في الباسيف؟ يعني ايه باسيف؟ يعني مجهول. يعني لو جيت قلت لك يوم الجمعة الامتحانات هتكون حلت ولا هتكون اتحلت؟ خلاص اتحلت خلاص. يبقى هقول لك your exams امتحاناتك will have done ولا will have been done؟ will have been done. طيب جيت قلت لكم يا جماعة العاصمة الإدارية مقرر إن هي تكون تخلص بناء، خلاص يتم تشييدها بالكامل سنة 2030. يبقى سنة 2030 العاصمة الإدارية هتكون بنت ولا هتكون اتبنت؟ اتبنت. يعني هي فاعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى دي جملة اكتف ولا باسيف؟ باسيف. يبقى هقول the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة will have built ولا will have been built؟ will have been built. ليه قلت been؟ عشان هي اتبنت، ده مفعول يبقى باسيف. طيب في كلمات دالة على المستقبل التام؟ في كلمات دالة على المستقبل التام. ايه هي الكلمات اللي دالة على المستقبل التام؟ عندك by before by the time. by before by the time. by before by the time. كل دي كلمات دالة على المستقبل التام. المستقبل التام. طيب في عندنا قاعدة مهمة جدا جدا انك تاخد بالك منها. by the time تستخدم كرابط. طب ايه هو الرابط بتاع by the time؟ عندنا by the time يجي قبلها future perfect مستقبل تام اللي هو شكله عامل ازاي؟ will have will be. will have will be. طب بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها مضارع بسيط. يجي بعدها مضارع بسيط present simple. مضارع بسيط. طب ايه هو المضارع البسيط؟ مضارع بسيط مصدر اس. مضارع بسيط مصدر اس. يبقى by the time يجي قبلها will have be ويجي بعدها مضارع بسيط اللي هو مصدر او اس. يعني ايه مصدر او اس؟ يعني اما play يا اما plays، يا اما study يا اما studies، يا اما go يا اما goes. امتى مصدر امتى اس؟ مصدر مع I we they والجمع، اس مع he و she و it والمفرد. طيب
صعب الكلام ده؟ يا رب ما يكونش صعب. وبعد ما خلصنا مراجعة الجرامر بالكامل وشرح تفصيلي في أقل من ساعتين ونص زي ما أنت شفت، أحب أقول لك إن دي كانت النهاية بتاعت الرحلة بتاعت السنة دي يا صديقي، وأتمنى إن أنا ما أكونش تقلت عليك، أتمنى تكون استفدت على قد ما تقدر معايا، وهتوحشني جدا جدا جدا، وأشوفك السنة اللي جاية على خير إن شاء الله. وطبعا في الصيف زي ما اتفقنا قبل كده هنزل لك كورس تأسيسي مجانا بالكامل من أول أي وهي وشي وإت لحد آخر حاجة أنت محتاجها قبل السنة الدراسية بتاعتك علشان تقدر تدخل السنة بتاعتك الشهادة يا جميل وانت متأسس 100%، ما فيكش أي غلطة. وما تقعدش تقول بقى أصلا أنا كرهت الإنجليزي، أصلا كنت بكرهه، أصلا مش متأسس فيه. أنا هأسسك إن شاء الله في الصيف. تابعنا، وعشان تتابعنا اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان توصلنا أول بأول. توحشوني جدا 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 جدا. السلام عليكم.